نعم. يقول فضيلة الشيخ: أشهد الله أني أحبك في الله. سؤال يا فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو إذا كان للتوثيق؟ فإنه يطلب منا إذا كان للتوثيق، فإنه يطلب من قبل إدارة التعليم أو من قبل وزارة المعارف. أفدنا مأجورا. أقول للأخ السائل: أحبه الله الذي أحبنا فيه. بالنسبة للتصوير الوثائقي لا أرى فيه بأسا، سواء كان في الفيديو أو في الكاميرا، لأن هذا حاجة. والتصوير بالفيديو ليس تصويرا في الواقع، والتصوير بالفيديو ليس تصويرا في الواقع، ليس تصويرا في الواقع، لأن الشريط اللي عليه الصور لا تتبين فيه الصورة إطلاقا، إنما هي نبرات معينة إذا مرت على الآلة المعروفة ظهرت الصورة. وأما التصوير الفوتوغرافي الفوري الذي ليس فيه التحميض ولا تعديل، فهذا في الحقيقة ليس بتصوير. واضح؟ ليش ليس بتصوير؟ لأن هذا الذي سلط الكاميرا على ما أمامها لم يصنع أي شيء، غاية ما هنالك حرك الزر لأجل تشتغل، لكن هل خطط الوجه؟ الجواب لا. العين لا، ما عمل أي شيء. صورة من خلق الله عز وجل قابلها بهذه الآلة فصورتها. الآن لو كتبت أنا بيدي كتابا ثم أدخلته على التصوير وخرج، هل يقال إن هذا الكتاب كتاب مصور ولا كتابي أنا؟ أجيب يا رجل ولا ما فهم السؤال؟ أنا كتبت كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم صورت بآلة التصوير، خرجت الصورة. هل تكون هذه الحروف التي أمامي هل تكون من كتابة المصور ولا من كتابتي أنا؟ من كتابتي أنا. هذا نفس الشيء. ولذلك نجد أن الكاميرا يمكن أن يصور بها الإنسان الأعمى، يوجهها إلى الجهة التي يريد أن يصورها ويصور وهو أعمى ما يدري ولا خطط ولا زي شيء. لكن يبقى لماذا صورها؟ هل هو لقصد محرم فهي حرام، أو لقصد مباح فهي مباحة، أو لأمر يحتاجه فهي مباحة أيضا. نعم. فضيلة الشيخ،